السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة رؤيا ستار تحييكم. النهاردة بنتكلم عن القضية اللي شغلة الرأي العام اللي هي قضية حبيبي بيبرز. النهاردة في تصريحات جديدة لأبو القتيل، اللي هو بيتهم فنانة إنه القتل ما كانش خناقة ولا مشاجرة، ده قتل عمد. بيقول إن هو تلقى اتصال من الناس بتقول له إن ابنك في خطر، بيقول جري بسرعة، نزل راح بيت ابنه متمدد على السرير، لابس ملابس كويسة، ودي حاجة غريبة بالنسبة لحد ما يعني مطعون في القلب. يعني بغض النظر عن الدماء، لا الاقي انه الحالة بتاعته يعني مرتب في النومة والكلام ده كله على السرير، فطبعا بيقول ان دي تعتبر جريمة قتل عمد. وبرضه في جزئية تانية بيقول مش معقولة في شجار عادي مش هيحصل انه اشتباك بينهم او اثار للاشتباك اللي بينهم، طالما ان هو بيتعدى عليها بالضرب او غيره، اكيد هيبقى في رد فعل. ده اي انسان طبيعي بيبقى بالشكل بالشكل دوت. بيشك طبعا في كلامها وبيصر على ان القتل عمد، وان ممكن يكون في حد كمان ساعدها في عمليه القتل، وان ابنه بوغت بالطعنه، يعني بتفاجئ، مش واحد بيكون مشاجره، اكيد هيعمل رد فعل. وبيقول انه لقي في رجلين ابنه، حول رجل ابنه في اثار، فالآثار دي اشمعنى هي مفيش أي آثار على جسمها أو إيديها؟ اتنين بيتخانقوا ماسكين في بعض، شيء طبيعي ممكن يزقها، ايده تخربشها، واحد بيتضرب ازازة، شيء طبيعي يتمسك في الحياة وهكذا. فالموضوع بالنسبة له رافض فكرة خالص حكة إنه يكون الموضوع طبيعي أو الكلام ده. احنا كمان بدورنا ما نقدرش نستبعد حالة القتل العمد أو كانت مشاجرة. الموضوع ده طبعا هيفصل فيه النائب العام والقضاء، مش هنقدر إن احنا نحدد هل فعلا هل ده الأب مثلا طبيعة الصدمة طبعا اللي حاصلة معاه، وتأكيده إن هو ابنه ما ضربهاش وما كانش بيمد إيده عليها وما كانش بيقترب منها، هل الموضوع ده صحيح ولا فعلا تكون جريمة قتل عمد لأي سبب. وخصوصا إن هو بيقول عن كان على كل تفاصيل خلافات ابنه مع زوجته، وإنها كانت طالبة معاه يعني مصروف شهري 150,000 جنيه، وده رقم كبير، وكان مع ذلك الراجل بيوفره وبيدفعه. يمكن في الفترة الأخيرة جايز مثلا ما دفعش أو كذا، ما حدش يعرف الملابسات الحقيقية، لكن احنا كده كده في انتظار كل التحقيقات وما ستسفر عنه. فإذا كانت بريئة، يعني مش قصدي بريئة، إذا كانت في مشاجرة عادية ليها حكم طبعا 7 سنوات، ولكن لو كان قتل عمد طبعا فيعني ده ساعتها بتستحق الإعدام، مفيش جدال على كده. فنتمنى إن احنا في الأيام الجاية نوصل فعلا للحقيقة، وإن شاء الله ربنا هيكشف كل الحقائق المستخبية بإذن الله. في نهاية الحلقة أرجو أن يكون الفيديو عجبكم، أرجو تعمل الاشتراك في قناة رؤيا ستار ولايك وتشيروا لزمايلك واصحابك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.